السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواجدكم بواحد الوصفه تاع بيتزا تحفه هايله، عجينه خفيفه، حشو ولا اسهل، بلا طوماطيش، بصلصه بيضاء. هايله 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 هاد البيتزا. ونعطيكم كامل لي زاستيوس باش تجيكم خفيفه في الدار كيما اللي ناكلوها برا. يلا تبعي معايا للاخر تكتشفي الطريقه كيفاش حضرتها. نبداو بالعجينه. هي الاولى العجينه واش فيها؟ عندي هنا كاس تاع الماء دافي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد. رايحه ندير معاه 2 مغارف كبار تاع حليب غبره. ما عندكش ديري كاس تاع الحليب دافي. نعوضوا الماء والحليب غبره بالحليب دافي. نزيد معاهم مغرفه كبيره نتاع خميره الخبز، مغرفه كبيره نتاع السكر هكذا باش تفاعل لنا الخميره. نزيد معاهم ربع كاس نتاع زيت الزيتون، تعطينا بنه هايله للبيتزا. نهبطوا كلش. نعرفوا انه زيت الزيتون يعني تجي ثقيله على الزيت عاديه. نزيد كميه تاع الملح. كاين اللي يخافوا انه الملح يعني كيديروه ما تخدمش الخميره، انا نديروها هكا على الجهه تخدم لي عادي. نخلط كلش مع بعض، تبدا الخميره بالتفاعل. يعني حتى الحليب غبره يعتبر كمحسن، لكن اذا درتي الحليب معليش راح تجيك هايله العجينه. اذا من بعد نبقى نزيد في الفرينه حتى تلم لي العجينه. يعني والله ما كاش اسهل من هذه الطريقه هذه. اذا نبقى نستعمل في المغرفه تاع الحطب وانا راني نخلط حتى نحس انها بدات تلم لي. انا كي تشوفي بني المغرفه خلاص ماهيش قادره نستعمل يدي ونلمها. يعني هنا راح تجيك العجينه ساهله بزاف. نلمها وراني ندلك فيها في نفس الوقت بلا ما ننساو هاد الاطراف نلمو كل شيء. وحنا ماذا بينا العجينه تكون شويه يعني تتلصق وخفيفه، ما نشفوهاش بزاف باش البيتزا تجينا خفيفه بهذه الطريقه. يعني هكذاك ديتها وجبتها واحد دقيقه 2 دقائق تكون كافيه. من بعد ندير لها شويه نتاع زيت الزيتون برك باش نلمها. وهذا مكان لانه الزيت نعرفوا انه تعاوننا. اللي ما يحبش زيت الزيتون تقدري ديري الزيت عاديه، يعني هنا ماشي شرط زيت الزيتون. شوفوا الزيت شحال تعاوننا اننا نلموا العجينه. ها هي العجينه معنا واجده. نغطيها ونخليها تخمر من نص ساعه حتى لساعه، يعني انتي والوقت اللي عندك. حنا ماذا بينا اقل شيء نص ساعه. اذا نخلوها تخمر من بعد نرجعوا ليها. بالنسبه للحشو راح نعطيكم واحد الفكره هايله. هنا عندي شويه نتاع الزيت في المقله، درت بصله صغيره اللي قطعتها رقيق. دوك انا البصل ديري على حسب الكميه اللي راح ديريها نتاع البيتزا نتاعك. دوك انا 2 خبزات ندير غير شويه. هذا شويه نتاع البصل نخليه يطيب على الاقل نص طياب. نزيد عليه حفنه صغيره فقط كما تشوفوا، كميه قليله نتاع لا فيونداشي. ولا يكون عندك شويه تاع الدجاج قطعيه رقيق ولا طحنيه كما تحبي. نديرهم كامل مع بعض مع البصل. ونزيد عليهم حبه تاع الزروديه اللي سكرفشتها، عطينا بنه هايله. سكرفشتها في الرقيق. اذا ونفتح هذيك لا فيونداشي ونخليهم يطيبوا مع البصل والزروديه. نتبلهم شويه نتاع الملح باش ما يجوناش صامطين، وشويه نتاع فلفل الكحل. هذا مكان. ونبقى نخلط حتى يطيبوا لنا مليح ونطفي عليهم. دائما حاجه اللي فيها لا فيونداشي ما تخلوهاش تنشف بزاف باش تجينا بنينه. من بعد ما خليت العجينه خمرت، انا بكل صراحه خليتها ساعه. قد ما تخلي العجينه قد ما تجيك هايله. اذا نحكمها نحيها من الغيسيبيون. هذه الكميه يديروا لنا يا اما وحده كبيره يا اما 2 متوسطين. انا حندير 2 خبزات متوسطين. دائما نستعملوا الفرينه. نسقمها هكذا على شكل دائره. ونسيي كيفاش نفتحها بالحلال ونفتحها بشكل دائري. كيفاش نفتحوا؟ افتحي ودوري افتحي ودوري حتى تصيبيها كبرت ولا دائره. يعني حتى بالنسبه للكسره كاين ناس يعني جاوني دي كومونتير كيفاش نحلو بالحلال وتخرج لنا دويره هكذا. حلي ودوري. هذا مكان. يا اما تدوري العجينه يا اما تدوري الحلال. هذا مكان. اذا نفتحها على حساب السنيوه اللي عندي. بعد ما نرفدها حتى عفوا بعد ما فتحتها نرفدها ونديرها في السنيوه.
ها هي السنيوه تاعنا هكذا. نسقمها مليح على حساب السنيوه اللي عندي، ونعاود نغطيها ونخليها ترتاح على الاقل 10 دقائق. هذه الطريقه يعني مهمه، حنا في الدار باش تخرج لك بيتزا شابه تبعي هذه الطريقه. بعد ما خليتهم ارتاحوا هكذاك 10 دقائق، هما زوج خبزات الاثنين نحكمهم نتقبهم شويه بالفرشيطه. هنا لازم تخليهم يعاودوا يطلعوا لانه الفوق تاعنا يبقى ماشي كيما الفوق نتاع برا. بعد هنا واش ندير، راح ندير لهم لا كريم فريش الخاصه بالحلويات. دونك انت هنا ماشي مهم هاد العلبه، لكن المهم تكون فيها نسبه الدهن 35%. ندير هكذا دهنه زوج مغارف كبار راحين يكفوا في الخبزه، ولا ميم با بالك مغرف كبيره ونص راح تكفينا. اذا ندير هكذا دهنه بلا كريم فريش طبقه. من بعد ندير عليها داك الحشو اللي طيبته بلا فيونداشي ولا بصل وزروديه، ندير هكذا شويه شويه تجي هايله هاد الحشوه. دونك عطيت لك فكره بلا فيونداشي، انت ديري باش حبيتي ماشي شرط فيونداشي. اذا ندير هكذا شويه شويه. بعد ندير لها كميه تاع الفرماج رابي اللي عندك واللي تحبيه. ندير كلش هكذا في الاول، ندير هذا كميه شويه نتاع الزيتون. انا خيرت الخضر، تديري لك حال كيما حبيتي. دائما الزيتون حكميه ديريه في الماء بارد، بدلي له الماء، من بعد ندير له فيه بلاره ونخليه فريجيدار هكذا باش ما يجينيش مالح بزاف. بعد انا حبيت نزيد هذا الفرماج اختياري، تحبي ديريه تحبي ما ديريهش. نقطعوا هكذا الشرائح ونديروا هكذا على الوجه نتاع البيتزا تاعنا، تجينا هايله. ها هي الخبزه معنا واجده. نزيد ندير الخبزه الثانيه، ندخلهم الفرن على 190 200 درجه، نخليهم يطيبوا من التحت يتحمروا على الوجه ونخرجهم. اذا ها هي الخبزه الاولى، هذا وين طابت، شوفوا كيفاش طابت، الله الله عليها، وتجي واحد البيتزا خفيفه ريشه. اذا راح نحيها من البلاطو هكذا، ها هي معنا، ونقطعها مثلثات. شفتوا كيفاش جات، والله غير جات تشهي، وريحه زيت الزيتون راهي تخرج من العجينه تحفه تحفه تحفه. اذا ها هي معنا البيتزا تاعنا واجده. الوصفه تاعنا اليوم ها هي معنا واجده. شوفوا كيفاش جاتنا ديك البيتزا. الخبزه الثانيه راهي طيب، وهذه الخبزه الاولى هكذا باش نقدمها لكم سخونه وتشوفوها على الحقيقه تاعها كيفاش دايره. بعد ما قسمتها شوفوا لي هذيك البيتزا كيفاش جات تحفه. شوفوا خفيفه هايله هايله هايله. شوفوا ديك الحميره اللي على الوجه ولا اروع. ما عليكم غير تجربوا الوصفه، تبعوا كامل الملاحظات اللي عطيتهم لكم، تبعي الطريقه اكيد راح تخرج لك كيما هذه. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.